فيلمنا بيبدأ في مركب وعليها لص محترف اسمه السندباد، بيكون قبطان لسفينة واللي بيساعدوه عصابته، وكان أقرب واحد ليه وكان دراعه اليمين هو كيل، هو والكلب سبايك. فبيعرفهم سندباد إن في عملية سرقة جديدة وبعدها هنعيش بشرف، وخصوصا إنها ضربة العمر، هيسرقوا كنز من أمير المملكة. بس المغفلين دول ما يعرفوش إن الست إيريس الساحرة حاطة عينيها على كنز ده، وإيريس دي بتبقى إله الفوضى وبتبعت وحش غريب يدمر سفينة سندباد وسفينة الأمير علشان يجيب لها كنز، وبكده تنفذ خطتها بإنها تخلي المملكة كلها في فوضى. وفعلا بيتجه الوحش للبحر، وفي نفس الوقت بيهجم سندباد وعصابته على سفينة الأمير، وبيخلصوا على حراس الأمير واحد ورا التاني لغاية ما بيوصل سندباد للأمير، اللي ساعتها بنكتشف إنهم كانوا صحاب وهم صغيرين قبل ما سندباد يمشي في طريق الإجرام، وكمان كل واحد بيفدي بنفسه علشان التاني ولا كأنهم مفتاح وولعة. فبيدخل سندباد مكان كنز اللي بيطلع كتاب أسطوري، وعلشانه ناس كتيرة يدفعوا ملايين لأنه كتاب السلام المقدس. بس الأمير بيحاول يمنع سندباد إن هو يسرق، وبيفكروا بأيامهم زمان وإنهم كانوا أعز صحاب، وبيفهموا من الكتاب بيحمي 12 مدينة. لحظتها بنعرف إن أمير اسمه بروتيوس. طبعا سندباد ما بيهتمش علشان الثروة اللي هتجيله، وبيقف قصاد الأمير، وفجأة بيظهر لهم الوحش بتاع إيريس. لحظتها بيكسر السفينة وبيدمر أي حاجة تقابله. ساعتها سندباد والأمير بيحاولوا يوقفوه، وبيدخل سندباد قنبلة في الوحش وبيقول لهم استعدوا هتاكلوا سوشي. بس القنبلة ولا بتأثر في الوحش ولا كأن حاجة حصلت. ولحظتها سندباد والأمير بيتحدوا ويطلعوا فوق الشراع، وبيعملوا حركات اللي كانوا بيعملوها زمان، وبيقطع سندباد والأمير الشراع في وقت واحد وبينزلوه على الوحش وبيموتوه. لكن الصدمة انه بياخد سندباد وبينزله المحيط، وهنا بتظهر إيريس لسندباد لأول مرة وبتقوله انه بوظ خطتها ومعرفتش تاخد الكتاب، وكمان قتل الوحش بتاعها، وبتعرفه بنفسها. فبيعتذر ليها سندباد على موت الوحش وبيقول لها ما كانش قصدي. فبتطلب منه إيريس انه يجيب ليها كتاب السلام بأي طريقة، وهي هتديله اللي يعيشه ملك طول حياته، وبتوعده بكده. وفعلا سندباد بيصدقها وبيوافق، وبتقوله يسرقه ويجيلها ورا نجمة الأفق عند مملكة الفوضى هتكون مستنياه هناك، وبتسيبه يمشي وبتطلعه فوق المية، وعصابته بتشده على السفينة. ولما بيحكي لهم اللي حصل بيضحكوا عليه ومش بيصدقوه. ومن الناحية تانية الأمير بيرجع ومعاه الكتاب وبيحطه في برج عالي، وبيعملوا احتفال كبير جدا. وأثناء احتفالهم بيوصل سندباد، حراس بيمنعوه والملك بيغضب من حضوره، لكن الأمير بيعرفه من إن هو اللي عزمه على الحفل. وللأسف الأمير ما كانش عارف نوايا صاحب عمره سندباد، وبيبدأ العصابة تاكل من أكل الحفلة ومش بيسيبوا حاجة للمعازيم، وفي نفس الوقت محضرين نفسهم ومستنيين إشارة من زعيمهم السندباد. أما السندباد بياخدوا الأمير وبيوريه خطيبته، وأول ما سندباد بيشوفها بينصدم وبيمشي بسرعة من الحفلة، والعصابة بتاعته بتستغرب من تصرفه ده. وبنرجع للأمير اللي بيكون قاعد مع خطيبته لوحدهم والحب تالتهم، وبنعرف إن اسمها الأميرة مارينا، وبتقول للأمير خطيبها إن نفسها تلف العالم كله. فبيقاطعها الأمير وبيعرض عليها الجواز بعيد عن العادات الملكية، وإذا كانت بتحبه ولا لأ ولسه هترد عليه. بيجي الملك وبيطلب مساعدة مارينا في تنظيم الرقصة الأولى للحفلة. والكارثة اللي ما كانوش يعرفوها إن إيريس الشريرة بتروح البرج وبتتنكر على شكل سندباد وبتسرق كتاب السلام بتاعهم، وبتسيب دليل خنجر سندباد علشان يتهموه فيه. وأول ما بتحرك الكتاب من مكانه الدنيا كلها بتتقلب والمملكة كلها بتنهار. ساعتها بيقبضوا على السندباد على إنه المتهم اللي سرق الكتاب، وبيقول له بروتيوس ازاي قدرت تنفذ جريمتك وتخون المملكة بالشكل ده. فبيرد عليه سندباد
وبيقوله انه بريء وما سرقش حاجة، فبيوريه دليل جريمته. وهنا بيفهم سندباد ان إيريس هي اللي ورا كل اللي حصل، وبيعرف بروتيوس الكلام ده وبيقوله انه يوصل الكلام ده لوالده الملك. فبيرد عليه الامير الموضوع خرج من ايد والده، وان سفراء ال 12 مدينة موجودين وبيحققوا في الواقع. وقتها بيقوله انت عارفني وعارف اني لا يمكن اعمل كده. وبعد شوية المحكمة بتبدأ وبيحكموا عليه بالاعدام، ولسه هياخدوه بيظهر الامير وبيقول لهم خدوني بداله. والكل بيقول عليه هو اتجن ده ولا ايه؟ فبيقول لهم انا مصدق ان سندباد بريء، إيريس هي اللي سرقت الكتاب زي ما هو قال. الكل بينصدم وبيفكروا ان الامير عقله خف، وخصوصا والده اللي ركبه خبطت من كلام ابنه. وبيكمل كلامه وبيقول لهم افرجوا عني. وبكده سندباد يروح يرجع الكتاب من إيريس اللي عارف مكانها سندباد. فبينصدم سندباد من الوقعة اللي وقع فيها، وبيحاول يمنع الامير من اللي عايز يعمله، لكن الامير بيصمم على كلامه وفعلا بيفك كلبشات من ايد سندباد وبيحطوها في ايد الامير. لحظتها بيدوا سندباد مهلة 10 ايام بس، لو ما رجعش الكتاب هيعدموا الامير. وبعدها بياخد سندباد سفينته ورجالته وبيمشي على اساس يروح يرجع الكتاب. والمفاجأة انه مقرر يروح جزيرة كلها بنات حلوين، ولا في دماغه انه ينقذ الامير اصلا. بيستغرب كده ان هو هيتخلى عن صاحبه الوحيد. بيرد عليه سندباد ان بروتيوس هيكون بخير، لان مستحيل الملك هيسيب ابنه يتعدم. وبيسيبه وبيروح على اوضته، والصدمة بجد لما بيلاقي الاميرة مارينا موجودة في اوضته، وبيكون مش عارف ازاي وصلت لهنا. وبيدخل يسألها ايه اللي جابها للمكان ده. بترد عليه وبتقوله هترجع كتاب السلام يا اما هرجعك جسم من غير راس. فبيتريق عليها سندباد وبيقول لها لوحدك ولا في حد معاكي؟ وبيعرفها ان هو هيروح لجزيرة فيتش وهي ترجع تاني للمملكة، وده اخر كلام عنده. فبتديله مجوهرات وبتقوله خدهم لان دي الطريقة اللي انت بتمشي بيها. بيوافق سندباد، بياخدها وبيقعدها في اوضة الكلب وبيحبسها فيها. وبيعرف ان طقم هم اللي عرفوها مكانه، وان الاميرة دفعت لهم هم كمان. فبيفهمهم سندباد انه غير رحلته للجزيرة اللي فيها إيريس. وهنا رجالته بيتوتروا وبيقولوا له الطريق ده كله مخاطر وممكن نموت، وخصوصا من اللي هيقابلوه في الطريق. بس سندباد بيصمم وبيديهم اوامر بما انه القبطان، وكل ده بتكون إيريس شايفاه وبتبعت ليهم حريات. نرجع تاني لمارينا اللي بتخرج وبتساعدهم، واثناء الطريق بيسمعوا اصوات غريبة بتشدهم، وكل الموجودين على السفينة بيتخدروا من صوت الحريات اللي بتكون عاملة زي التنويم المغناطيسي. إلا مارينا اللي بتدخل بسرعة وبتسوق السفينة اللي بقت بتتخبط في الجبال وعلى وشك إن السفينة تغرق بيهم. فبتخلي الكلب يربط طقم السفينة وبتنقذ سندباد على آخر لحظة. وبعدها بترفع الشراع فالسفينة بتطير وبتبعد بيهم عن مكان الحريات، والكل بيرجع لوعيه من تاني وبيشكروا مارينا انها انقذتهم من الموت، ما عدا سندباد اللي بيتكبر ان هو يشكرها وبيقول لها انها دمرت السفينة بتاعته. فبتزعل مارينا وبتدخل اوضتها وبتقفل الباب عليها، وشكلها كده نار الحب بدأت ولا ايه. والتاني يوم الصبح بينزلوا للجزيرة علشان يجيبوا صمغ يصلحوا بيه السفينة اللي اتدمرت. لكن الكارثة بيتعارك سندباد والأميرة كالعادة، وهم بيتعاركوا بتحرك مارينا صخرة في الجزيرة كلها بتتحول وبيظهر عين واحدة بس، وبتكون لوحش عملاق. وبيجروا كلهم بسرعة والوحش بيتحرك وراهم لغاية السفينة وبيشدهم وراه بالحبال، والكلب يقطع الحبل قبل ما كل الطاقم يموتوا وينتهي أمرهم. بعدها بتسأل مارينا سندباد ازاي هو والأمير بقوا صحاب. فبيقول لها سندباد ان كان في عصابة اتجمعت عليه بالسيوف وانا كنت لوحدي، بس فجأة لقيت شخص شاف اللي حصل وجه يقف قصادهم علشان متجمعين على واحد، والشخص ده هو بروتيوس. ومن ساعتها بقينا صحاب ولا بركاته مرزوق، وحابة وهقوله امضي يشول. وبتستغرب مارينا وبترد
عليه طيب ايه اللي فرقكم عن بعض؟ بيتلخبط سندباد وبيقول لها ان كل واحد راح في طريق، وبيكون باين انه بسبب بنت وشكلها كده مارينا، وده اللي هنعرفه قدام. المهم إيريس مش بتسكت وبتحول البحر لجليد، تبعت ليهم صقر عملاق جدا جدا وبيلاحقهم، والكارثة انه بياخد مارينا وبيطير بيها فوق جبل علشان ياكلها. بتحاول مارينا تهرب منه تستخبى تحت التلج. في نفس اللحظة سندباد بيروح وراها وبيخاطر بنفسه، لكن الصقر العملاق قوي ده بيشوفهم وبيطلع يجري وراهم لغاية ما بينطوا من فوق الجبل، والصقر برضو وراهم وبيلاحقهم من كل اتجاه، وبيقدروا اخيرا انهم يفلتوا منه وبينطوا على السفينة من تاني. ساعتها الصخور بتقع على الجليد وبتتكسر، وبسبب كده هيكملوا رحلتهم. بس يا ترى ايه اللي هيقابلهم تاني؟ بعدها بيعترف سندباد لمارينا انه شافها هو الاول وحبها من اول نظر، ولما لقى صاحبه بيحبها هو كمان مشى وساب المملكة كلها وما بصش لحظة وراه. فبتنصدم مارينا من اللي بتسمعه، وللأسف لسه هترد والدنيا بتتقلب وخلاص هيقعوا من على خط الاستواء ولازم ينسحبوا من رحلتهم. لكن سندباد بيغامر وبيديهم اوامر وبيعرف كل واحد مكانه، وكل طقم السفينة بيتشاهدوا. لكن الغريب خطة سندباد بتنجح وبيعدوا الخط وبيوصلوا لمملكة الفوضى مكان إيريس، وبيقرر ينط سندباد لوحده للمملكة الخطيرة دي، وبيودع طقم السفينة وإنه لو ما رجعش السفينة ملكهم. ساعتها بتقطعه مارينا وتقوله إنه مش هتسيبه لوحده وإنها هتروح معاه، وبيوافق طبعا سندباد إنها تبقى معاه، بيحبها بقى. المهم بينزلوا لمملكة الفوضى، فبتظهر لهم إيريس وبتقول لهم محدش عرف يوصل المكان ده قبلكم، انتم أول ناس وصلوا ليه. بيشكرها سندباد وبيطلب منها كتاب السلام اللي أخدته علشان هيعدموه، فبترد عليه وبتقوله إن أنا مش عايزاك تتعدم ولا في دماغي أصلا. وهنا بقى بيفهم سندباد خطتها الشريرة وإنها عملت كده علشان يعدموا بروتيوس، لأنها كانت عارفة إنه هيضحي بنفسه علشانه، وبكده المملكة تصبح في فوضى وتسيطر عليها هي. فبترد عليه وبتقوله على أساس إن وافر صاحبك لسه ما ماتش وإنت قاعد تحب في خطيبته وتخونه. فبترد عليها مارينا إن سندباد مش كده وإنها غلطانة. ساعتها بتعرض عليه إيريس لعبة إذا فاز فيها هتديله الكتاب، لو رد عليها وقال الحقيقة وقتها بيوافق سندباد. فبتقول له إيريس إذا خدت الكتاب هترجعه للمملكة، وإذا ما خدتهوش مستعد تروح تتعدم بدل صاحبك بدل ما تهرب مع البنت اللي انت بتحبها. فبيرد عليها سندباد هو هيرجع ينقذ صاحبه ولسه هياخد الكتاب. بتقوله انت بتكذب، وبتكون عايزة تشوفه هيعمل ايه، وبتطلعه من المملكة وهو ومارينا. وبيجي يوم تنفيذ الحكم ولسه هينفذوه. بيوصل سندباد وبيعرف الامير انه معرفش يوصل للكتاب، بيقدم نفسه بدل الامير ان هو اللي يتعدم. بس المفاجأة بتيجي إيريس وبتمنع إعدامه لأنه ما كذبش ونفذ كلامه ورجع. فبتضطر إنها توفي بوعدها ليه وبتديله كتاب السلام، وبتوعده وبتقوله إنها هتسيبهم وهتروح تدمر مكان تاني بعيد عن مملكتهم دي. فبيفرح سندباد جدا وبيفتح الكتاب وبترجع المملكة زي الأول، والكل بيكون مصدوم من اللي بيحصل. فبيدي سندباد الكتاب للملك أخيرا، وبيسيبهم سندباد وبياخد رجالته وبيمشي. وبيبان على مارينا الحزن. لحظتها بياخد باله الأمير إن مارينا بتحب سندباد، وطبعا بروتيوس علشان نبيل وروحه حلوة بيقول لها تمشي ورا قلبها وتكمل حياتها مع اللي قلبها اختاره. بتشكره مارينا وفعلا بترجع لسندباد اللي بيفرح لما بيشوفها، وبيكملوا حياتهم مع بعض في عالم البحار والمغامرات. وهنا الفيلم بيقولك الصحاب بيبانوا في وقت الشدة مش في وقت الفرح. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناة لودي بتلخص افلام وتوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. اشوفكم في الفيديو الجديد.